أهلا بيكم، مبسوطة إن حلقة جديدة من قراءات ومشاهدات. بقالي كتير ما عملتش فيديو عن القراءات والمشاهدات مع بعض. هتكلم الأول عن القراءات. أنا قرأت 7 كتب، خلوني أقول لكم كده على السريع، وكل كتاب من دول هتكلم بالتفصيل عنهم. في حاجات نزلتها زي الليلة الكبيرة وطلاق إمبراطورة، في حاجات برضو لسه هتنزل قدام، بس هقول لكم يعني إيه مختصر لكل كتاب وتقييمه. أول رواية قطط طهران، وهي للأمانة أول ما بدأت أقراها أول 100 صفحة كانت واعدة جدا، وكنت فاكرة أن أنا يعني على موعد مع أفضل رواية قريتها السنة دي، ولكن بعد 100 صفحة الإيقاع بيهبط تدريجيا لدرجة في أوقات كان بيصيبني بعض الملل، فأنا قيمتها 3.5/5. الكتاب اللي بعد كده طلاق إمبراطورة، وأنا من الناس اللي بتحب قصص الأسرة العلوية، ولكن الكاتب كريم ثابت في الكتاب ده يعني كنت متوقعة مزيد من المعلومات، مزيد من التفاصيل وتكون موثقة، ولكن للأسف ده ما حصلش. أنا قيمت الكتاب 3/5. الليلة الكبيرة رواية لطيفة تنفع فاصل بين كتب تقيلة، حبيتها، ولكن كان عندي بس تعليق على النهاية وشخصية من الشخصيات. كوكب الأوقات الحزينة، جميلة قوي الكتب اللي بتطبطب علينا وتحسسك انك مش وحيد في مشاعرك، وان المشاعر اللي انت حاسس بيها دي ان في ناس ممكن تتفه منها، ولكن المشاعر دي حقيقية وبتحصل مع الناس، وممكن تحطك في مود سيء لوقت مش بسيط. فأنا حبيت قوي القصائد اللي مكتوبة في الكتاب، قيمته 5/5، والكتاب الوحيد اللي أخذ 5/5. الحنين إلى أسوأ حديقة حيوان في العالم، العنوان لوحده يشد، وشادي لويس أصلا أنا قريت له روايتين قبل كده، وهو كاتب رائع في الروايات وفي المقالات أروع للأمانة. مقالات متنوعة وثرية جدا، يعني تجربة حلوة جدا للي عايز يتثقف في وقت قصير. الكتاب اللي بعد كده أكره اللامباليين، وما كنتش متوقعة أن أنا هقرأ كتاب في السياسة وأفهم معظم اللي مكتوب. العنوان شدني، يعني ليه الواحد ممكن يكره اللامباليين؟ افتكرت الحكاية مش تبع السياسة، تبع ممكن علم الاجتماع، ولكن للأمانة وجهة نظر الكاتب في مواقف كتير، في آراء كتير عجبتني قوي، واستمتعت بالكتاب، قيمته 4/5. آخر كتاب رسالة إلى دال، حكاية حب، واتصدمت قوي من الكتاب ده، وكنتش متوقعة أن أنا أقرأ. أنا أول ما لقيته نزل على أبجد شدني كده الاسم. هي قصة حب واعتراف متأخر من زوج لزوجته بعد 50 سنة جواز، وبعد ما جالها الكانسر، فبيعترف لها قد ايه هو بيحبها قوي، وانه ما قدرش الحب ده كفايه، رغم انه هو اصلا كان ضد منظومه الزواج، ولكن هو اتجوزها يعني حبا في شخصيتها وحبا في كل حاجه فيها. والجميل ان هو قعد يوصف شخصيتها ومواقفها، مش اللي هو الرسائل الخايبه اللي هي عيونها وخدودها وريحتها والكلام ده، لا، اللي هي الحاجات الحقيقيه اللي بتخلينا نحب البني ادمين. للأمانة كان في مشروع إن أنا أقرأ الخواجاية لفيموني عكاشة، بس بدأت أول كام صفحة لطيف أوكي، بس في نوعية من الكتب بتخليك تتساءل، طب يعني حسها قصص شخصية أو مش عارفة، ما تشدتش. اللي قرأ الكتاب تشجعوني أقرأ ولا إيه؟ طيب خلوني أتكلم عن المشاهدات. ده أول فيلم بهرني، كل حاجة، التصوير بالذات تحفة، يعني لوحة فنية متكاملة، تمثيل وإخراج وكل حاجة. يعني أعتقد ده الفيلم الوحيد اللي اديته 5/5 أصلا. الفيلم اللي بعديه، صراحة أنا ماليش في أفلام الأكشن، وما كنتش متوقعة أن أنا أكمل مشاهدة الفيلم، لكن للأمانة الحدوتة لطيفة وحلوة وحلو إن ليوناردو دي كابريو خرج من حكاية دايما اللي هو إيه الشاب اللي لسه وسيم ولسه صغير، دلوقتي بقى أب، وأب البنت عندها حاجة 18 سنة تقريبا، فكويس يعني، خطوة كويسة. الفيلم لطيف، اديته 3.5/5. كنت متوقعة ان الفيلم ده يبقى حلو، ولكن كان باين من البوستر ان هو ممكن يعني يخيش، معرفش، في افلام كده اللي هي ممكن تبقى حلوة قوي
ممكن تبقى يعني إيه، بعد أول ساعة كل حاجة وقعت للأسف يعني. أحلى حاجة في الفيلم ده هو إيما ستون للأمانة. أنا بحب أفلامها مع نفس المخرج. ال3 أفلام اللي قبل كده أنا حبيتهم، حتى الفيلم اللي قبل ده على طول يعني كانت الناس كتير كرهاه بس أنا حبيته. لكن للأسف الفيلم ده أنا ما شدنيش قوي يعني، حتى هو أداء إيما ستون للأمانة، والنهاية لحد لحظة معينة كان ممكن خلاص أسقف وأديله 4 من 5، لكن بعد كده حصلت حاجة اللي هو لأ، بوخت. المسلسل ده أعتقد إن كلنا متمسكين إن إحنا نكمله عشان الكاتب، لأن هو كتب بريكنج باد وبيتر كول سول، لكن لو هو كان في المطلق كده ما أظنش كان حد هينتبه له. أنا فقدت الشغف من بعد الحلقة الثالثة، وممكن لو كملت هتبقى يعني إيه، فضول، عايزة أعرف إيه اللي هيحصل، بس أعتقد اللي هيحصل بعد كده يعني مجرد إحساس. أما الحاجة اللي عجبتني قوي الشهر ده هو المسلسل ده، بالموسم الأول والتاني عجبني قوي قوي، ضحكني، موتني ضحك. الحلقة الثامنة في الموسم الثاني حكاية تانية خالص، فلسفية. في ناس ممكن ما تعجبهاش، ولكن أنا حبيتها قوي لأن هي عميقة جدا. فأعتقد لازم تشوفوها مرة واثنين وثلاثة. حبيت قوي المسلسل، من خلاص بقى يعني هو التوب عندي السنة دي. بس دي كانت مشاهداتي وكمان قراءاتي. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. شكرا للمشاهدة.